السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم. اليوم إن شاء الله راح نديرو وصفة مخلوط اللوز غنية عن التعريف، وصفة جزائرية 100% جزائرية. هنا نبداو على بركة الله. الوصفة سهلة، تبعيها خطوة بخطوة إن شاء الله تنجحي فيها. هنايا راح ندير 3 كيلو تاع اللوز. أنا راح نبدا الكيلة الأولى. أنا استعملت هذا البول، يعني هذا الكيلة، وخرجت لي كمية لابس بها. هنا راني زدت الكيلة الثانية، وأنا راح نزيد الكيلة الثالثة. هنايا راح نزيد كيلة تاع السكر، يعني نستعمل نفس الكيلة، ما نبدلش الكيلة ديالي، نخدم بنفس الكيلة نفس البول. وانا نزيد ندير الكرز. تعرفوا المكوط اللوز يحب بزاف الكرز. انا درت 2 حبات، الا كانوا صغار ديري 3 حبات. انا دير الكرز الاخضر ولا الصفر، الشي اللي عندك. انا تلايمي كلش ناشف في ناشف. كيما راكي تشوفي انا دخلي مليح هذاك اللوز والكرز والسكر في اللوز. هنا نبدا نخدم العجينه ديالي، نبدا نلايم فيها بالبيض. هنا نستعمل حبه كامله، ما استعملش صفر ولا بياض. نخلطها مليح بالفرشيطه ونبدا نخدم غير بالعقل. يعني ما نديش كامل حبه، ندير نص حبه ونبدا نلايم كيما راكي تشوفي فيا هنايا. انا راني نهضم غير بالعقل. وتخدمي مليح كيما راكي تشوفي فيه هنا، تخلي هذاك البيض مليح كامل في اللوز والسكر. هنايا راح نزيد نجيب الحبه الثانيه، نخلطها كيما راكي تشوفي. خدمي غير بالعقل، ما ديريش كامل البيض على ضربه. وتبداي تخدمي غير بالعقل، تدخلي مليح هذاك البيض في اللوز. وتسيي تشكلي لي بودان. إلا شتيه ناشف زيديلو البيض. صديقو الكيلة ديالك، كيلا كانت كبيرة ولا صغيرة. إلا كانت صغيرة على الكيلة ديالي ممكن تستعمليش بزاف البيض. أنا شفتو ناشف، راني زدت الحبة تاع البيض التالتة. راح ندير غير النص، وراح نلايم وراح نخدم مليح ونشوف إلا نزيد نكمل ولا نحبس هنايا. دوك تدخلي مليح البيض في اللوز ديالك. هنايا انا ما حاش نزيد النتيجه، راهي نحوس عليها كيما راكي تشوفي هنايا. لازم تجي تلاصق في يدك هكا كيما راكي تشوفي فيا. ومن بعد شكلي دي بودا، وتشوفي هذاك الهلبوش ديالك ولا البوده ديالك ما تيش مشقق. عارفين بلي هذيك هي النتيجه، لكن تحوسي عليها. الا شفتيه مشقق يعني راه ناشف، زيدي له هذيك النص تاع الحبه تاع البيض اللي قعدت لك. زيديها غير بالعقل، ما تزيديهاش كامل. هنا تخدمي به العجينة تاعك باش تذوبي هذاك اللوز بيدك. تخدميها مليح، تعجنيها مليح، ومن بعد تحطيها في ان ساك، في كيس بلاستيكي، تخليها تريح. تحصلي على هذه النتيجة. أنا خدمته صباح، ومن بعد خدمت يعني لاباط تاعي نتاع صباح، ومن بعد شكلت المقرط تاعي الحشية، يعني ريحها مدة طويلة. هنا رشيت الفاينة وراح نشكل ديبودة ونقطع المقرط ديالي. إلا كنتي مبتدئة استعملي المول باش تجيك حبة على حبة، ما تجيكش حبة كبيرة وحبة صغيرة. هتخدميهم كما راكي تشوفي، وتحطيهم في السنيوة ديالك وديريهم يطيبوا في الفرن 180 درجة بين 10 إلى 15 دقيقة لا أكثر. ما طيبيش بزاف باش ما يجيكش المكرونة ديالك يابس. هذه هي النتيجة تاعنا. كي تجدي خليه يبرد مليح باش تنحيه من البلا ديالك، ما تنحيش وهو سخون، خليه يبرد مليح. هنايا راح ندير بين زوج وثلاث معالق كبيرة تاع سكر غلاس، نزيد لها المزهر، نخلطهم مليح كيما راكي تشوفي. ومن بعد نحط المخلوط ديالي لداخل كيما راك تشوفي فيا هنا، خدمي كيما راكي تشوفي فيا. ونحيه بالفرشيطه ديالك، قطريه مليح، حطيه في البابي سوبانا باش تشفيه مليح من هذاك الخليط تاع البازار وسكر كلاص. وحطيه في السكر كلاص ديالك. انا خدمي كيما راكي تشوفي فيا، دوري كيما بهذه الطريقه، دوريه 3 خطرات. المره الاولى دوري خليه يريح 10 دقائق، وزيدي له المره الثانيه والمره الثالثه. تحصليه على تسكر شباب بزاف، وما يجيكش خشين بزاف. هنا تحكمي الهبه تاع المقرط تاعك، تنفضيها كيما راكي تشوفي فيا، وتنحي لها كامل هذاك المقرط باش تجيك انكو رقيقه، ما تجيكش خشينه بزاف. مسحيها قد ما تقدري هذاك سكر كلاص ديالك. هنا بالصيار ديالك رشي شويه بالفوق باش للتزيين كيما راكي تشوفي هنايا. وتحطيه في الكيسات وتحطيه للتقديم. هنا حنقطع لك حبة تشوفي كيفاش خرجت النتيجة. يعني راكي النتيجة راك تشوفيها بعينك.
فريمون جا شباب بزاف، جا غير تمسيه يدوب. النتيجة رائعة، ان شاء الله تنجحي فيها وتجربيها، ولا جربتيها بصحتك. يا لا بروشين.